إسكان اجتماعي للإيجار وليس للتمليك. ليه الفكرة دي ما تكونش موجودة في مصر للتخفيف على المواطن؟ أعباء المواطن النهاردة بقت كتير، ومش حمل إن في مالك يتحكم فيه ويزود الإيجار بمزاجه كل يوم. الدولة النهاردة في الإسكان الاجتماعي بتملك وحدات، وطبعا مش كل الناس معاها فلوس للتمليك. طيب ليه ما يبقاش البديل ان احنا نوفر وحدات اسكان اجتماعي للفقراء والمواطن محدودي الدخل عن طريق ايجار مدى الحياة، عقد ايجار، ويتم الاتفاق على بنود العقد الايجار بين الدولة وبين المواطن اللي هو محدود الدخل، وبكده نبقى عملنا انجازين. الانجاز الاولاني دخلنا فلوس للدولة، والانجاز التاني ان احنا ضمننا سكن